ازيكم حبايب قلب ام حمزه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان سعيد علينا وعليكم جميعا. النهارده بقى قلنا النهارده اول سحور لينا، فعملنا مع بعض شويه زبادي سريع، وقلت اما اعرضه معاكم كده، يمكن طريقتي تكون بسيطه وسهله وتعجبكم، وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. حتى لو الفيديو ما بيعجبكيش اعملي برضو لايك عشان خاطر ايه؟ ام حمزه. يعني اللي بيحب ام حمزه يعمل لها لايك. الله يبارك لكم. النهارده بقى هحط معايا، جبت كده الكبه بتاعتي، حطيت فيها كوبايه زبادي، اي طعم انت بتحبيه، اذا كان بقى ايه مثلا شركات او الزبادي البلدي اللي انت عايزاه. وهنحط عليها 3 معالق لبن بودره. ولو عايزه بقى طبعا بتعملي مثلا زبادي بالفراوله، ممكن تبدلي كوبايه الزبادي العاديه اللي انت هتحطيها بكوبايه زبادي بالفراوله، هيطلع بالفراوله. وبعد كده هنحط شويه لبن صغيرين. اهم حاجه اللبن تكوني غلياه وتسيبيه يبرد ويبقى دافي كده زي دمع العين، عشان ما يفصلش الخميره ويموت البكتيريا اللي احنا عايزينها عشان نعمل منها الزبادي. طبعا انت اول بس مره هتشتري كوبايه زبادي، بس بعد كده انت هتاخدي بقى من كوبايه الزبادي بتاعتك اللي انت هتكوني عاملاها، هي دي هتبقى الخميره بتاعتك. احنا هنا ضربنا بقى اللبن البودره مع كوبايه الزبادي مع اللبن في الخلاط كده لحد ما طلع فوم كده وطلع الهواء اللي فيه كده كله. هنبتدي ننزل بشويه اللبن اللي احنا ضربناهم في الخلاط على باقي اللبن اللي احنا سايبينه على جنب. هنبتدي بقى ننزل عليهم ونقلبهم كده كويس بأي مضرب كده عندك، عشان الخليط كله يندمج كده كله في بعض. والزبادي بقى مع اللبن البودرة كله هيندمج كده في بعضه. بعد كده هو هنصب في الكوبايات زي ما احنا شايفين. بصوا انا هنا بقى بصب بقيه اللبن اللي هو الكيلو. انا هنا معايا كيلو لبن عليه كوبايه زبادي عليه 3 معالق بودره. عايزه تحطي معلقه سكر حطي، عايزه تخليها السكر لوحده وانت مثلا بتطلعي الزبادي على السحور يبقى الزبادي يبقى السكر بالطلب، مفيش مشكله. بس يعني ولو حابه بقى كمان تقطعي حتت فراوله كده صغيره كده في الكوبايات من تحت، عشان اللي يجي يقلب الزبادي تبقى اسمه ايه، زبادي فواكه زي اللي بنجيبه من بره. وطبعا احنا عارفين حاجه البيت انضف واحلى من بره ب100 مره. دي مكنه كده اسمها سوني، انا شفتها على النت وعجبتني قوي السنه اللي فاتت وجبتها. بصراحه ربنا من ساعه ما جبتها وانا ما بشتريش الزبادي من بره، على طول الزبادي بعمله في البيت. بصوا احنا هنا بقى زي ما قلت لكم كده، جبت الخليط كله بقى بعد ما قلبته كله في بعضه وصبيته في الكوبايات. كوبايات المكنه دي عباره عن 6 كوبايات. بس هي الكوبايات صغيره، رحت انا مزوده كمان 2 بقوا 8. هنا بقى انا بشاور لكم كده على الارقام اللي هي في المكنه، في من اول 1 لحد 12. طبعا احنا الجو ساقع هنعملها على 8، لو الجو حر ممكن نعملها على 6. نبتدي بقى نشغل المكنه. وبعد ما المكنه خلصت والجرس رن، طلعنا احلى شويه زبادي تاكلين من ايد ام حمزه ومن ايد اي ست بيت في البيت. بجد احلى من بره واطعم من بره بكتير. على الاقل حاجه بيتي مضمونه ونضيفه، وانت اللي عاملاها في بيتك وعارفه انت عاملاها ازاي. بصوا الزبادي. انا بنتي هنا بقى ايه، ما استنتش حتى انه يسقع في التلاجة، قالت لي انا مش قادره انا عايزه علبه، هاتي كوبايه اكلها دلوقتي. بصوا الزبادي عامل ازاي، متماسك وماسك نفسه ازاي. ده كل ده كمان لسه ما قعدش في التلاجة، ده كمان كانت لسه طالعه الكوبايه من المكنه زي ما احنا شايفين كده. بالهنا والشفا عليكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين.